أهلا البنات، السلام عليكم حبيباتي، وكي راكم؟ وإن شاء الله يا ربي تكونوا قاع بخير، وإن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة. نبدأ الفيديو تاعنا بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قبل ما تبداو تتفرجوا حبيباتي ما تنساوش ديروا جيم، ولي أول مرة تزور قناتي دير اشتراك وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. هنا حبيباتي كون درت نبسس القهوة تاع الصباح كيما راكم تشوفوا مبسس ولا متقبه، يعني هنا قليته في الزيت و وعسلتها كيما راكم تشوفوا. كاين اللي يبغي يدير تاع طاجين، هنا فضلت اني نديرها مقلي. وحبيباتي غادي نشارك معكم وصفه تاع كيران تجي بزاف شابه واقتصاديه وسهله تانيك بزاف. وهنا حبيباتي شوفوا هنا الجو كيفاه صباح الشباب، صباح بزاف، صبحت هذيك النسمه اللي تجي بارده ما صبحتش سخانه. ديجا صاي الصيف راه بدا يلم بقشه كيما يقول لك. راه ان شاء الله رانا مقبلين على دخول مدرسي، الله يوفق كاع وليداتنا، ربي ينجحهم وان شاء الله ربي يسهل لهم كاع اموراتهم. كل حاجة تفوت في هاد الدنيا، حتى حاجة ما تبقى يعني غير يامس. كنا غادي ندو العطلة ونقراو لها بفارغ الصبر وين تيجي الصيف، وندو العطلة ونخرجوا. اللي عندها أهلها تقول لك نروح نزورهم، كل واحدة وكيفاش يعني. كنا واليوم الحمد لله راه كمل الصيف، وإن شاء الله غادي نبداو في موسم دراسي جديد. على هذيك يا ناس لازم علينا ما نربحوش العيب في هاد الدنيا، دائما نديروا حساب باللي هاد الدنيا دار فناء، يعني نعيشوا 30 40 عام سيرتو في هذا الوقت اللي رانا فيه. الوقت هذا اللي رانا فيه السمانه ولينا نعيشوها كيما نهار. اليوم السبت يعني ما نعباوش حتى نلقاو غدوه صاي الجمعه كملت السمانه. الشهر ما راناش كاع نحسوا به، رانا نشوفوا بزاف، رانا نشوفوا كثره الموت الفجأه، نشوفوا الدنيا كاع تبدلت تغيرت. على هذيك لازم علينا نصفوا قلوبنا، لازم علينا نبطلوا نحاولوا قدر المستطاع يعني نجاهدوا انفسنا، نبطلوا الهضره، نحاولوا نحبوا بعضنا، نسامحوا. دائما نديروا شعارنا في الحياة هذاك العيش بسلام، العيش بسلام. ونحمدوا ربي على شوف هذه الدنيا ربي سبحانه قسم علينا كل واحد شعطاه. كاين اللي عطاه حاجة، كاين اللي عطاه صحته، عطاه وليدات، عطاها. كاين اللي عطاه صحة ما عطاش الولاد. كاين اللي تلقاها مرا شابة وصغيرة ويعني فيها كاع الصفات المليحة، وربي مرزقهاش بزوج بولد الحلال. كل واحد وش عطاه دائما. وعدنا في حياتنا عندنا بزاف نعم لازم نحمدوا ربي عليها. بالك حنا دي فوا نزعفوا ونتقلقوا هكا، نتقلقوا نقولوا بلي ما عنديش هذيك ما عنديش هذيك. بصح لو كان نبداو نشوفوا في الصوالح دائما نشوفوا، ما نشوفوش في الحاجه اللي ما عندناش، نشوفوا غير في الحاجه اللي عندنا. نلقاو بزاف ربي منعم علينا بزاف نعم. من بين هذه النعم كاين اللي ربي منعم عليه بوالديه، الوالدين ثاني نعمه نحمدوا ربي عليها. دائما نحمدوا ربي بلي عندنا والدينا، نحمدوا ربي على صحتنا، نحمدوا ربي على عينينا، نحمدوا ربي اللي عندنا لسان. غير هذاك اللسان غير يستغفر كي يخطأ، يستغفر ويقول استغفر الله يا ربي اغفر لي واسمح لي. هذه نعمة غير كي نخسروا ونتفكروا بلي ربي سبحانه غادي يغفر لنا وعندنا لسان باش نستغفروا. هذه نعمة كبيرة. لازم علينا نشوفوا غير في الحاجة اللي عندنا. ونقول كل مرة نقولها شوفي في الشيء اللي عندك، ما تبقاش تشوفي غير في الشيء اللي ما عندكش. كل وحدة وش عطاها ربي. لازم علينا هذه الحياة نواجهوها بالصبر. الصبر شوف في حد كلمة تاع صبر يعني في حد ذاتها كلمة صعبة ماشي سهلة. والصبر عبادة عظيمة ربي نعمها علينا. المرأة اللي تكون صابرة في حياتها، صابرة على زوجها، صابرة على أولادها. هذه الحياة دار ابتلاءات، يعني ماهيش ربي سبحانه ما خلقنا فيها يعني نجاهدوا باش ننالوا جنة النعيم. لازم علينا نجاهدوا في الحياة باش في الآخرة ندخلوا للجنة. هذه هي الحياة. المهم حبيباتي كما راكم تشوفوا هنايا شاركت معكم روتيني كما شفتوا هنايا. روتين يعني طاقة إيجابية كل نهار وبركته كما يقولك. نهارات نصبحوا متنشطين، نهارات نصبحوا فاشلين، ولكن نقول لكم راه جاي موسم دراسي، يعني لازم علينا هذاك العجز كاع نديروه بجهة باش نوفروا لولادنا جو ملائم باش يقرا. انا العام اللي فات هكا كي فات عليه ولدي كان سنه اولى، هذا العام ان شاء الله باذن الله سنه ثانيه ان شاء الله. ربي يوفقه ويوفق كاع وليداتكم. بزاف اخطاء هكا كنت نديرهم، ما كنتش دي فوا ما نظمش روحي، دي فوا ما نعطيهش الوقت يعني الكافي باش يقرا، باش ما درتش معاه مجهود كبير. لك الحمد لله يا رب يعني النتائج تاع ولدي كانت جيده. ما نقولكمش كانت حسنه ولا متوسطه، وما كانش ثانيك ممتازه، كانت جيده. ولكن ان شاء الله باذن الله السنه هذا العام راني نقول لازم ندير مجهودي ونقول لكم كاع في حياتنا ما عندناش حاجه من غير وليداتنا. لازم علينا نعطوهم كيما حنا والدينا تعبوا علينا وربونا وكبرونا.
حتى ولو كان ما قريناش يعني غير ربيونا، لازم حنا تانيك علينا نتعبوا مع ولادنا. كيما راكم تشوفوا هنا حباباتي، انا في هاد الايامات يعني بديت هنا هاد الروتين شاركت معكم، غير روتين خفيف ظريف يعني ساعه روتين صباحي خدمه تاع كل يوم. كيما شفتوا هنايا خملت شومبرتي، مسحت الغبره، نقيت شومبره تاع ولادي، جيت انا نقي الكوزينه وغادي نسيق ان شاء الله. و كيما قلت لكم لازم علينا نرتبوا كاع رواحنا. دوك نشارك معكم ان شاء الله حبيباتي، كل يوم نولي نشارك معكم روتين. يعني رحلتي في الترتيب الدار من بعد الصيف. كيما تعرفوا يعني الصيف عطله، فيها الدراري قاعدين في الدار، خرجت كيما انا رحت لدارنا قعدت شحال بزاف عاود ترجع. يعني كل شيء كي نقول لكم حاجه ما راهيش في بلاصتها، على هذيك راني نقول لكم ننظموا رواحنا قبل الدخول المدرسي. وانا حبيباتي جيت نشارك معكم وصفه تاع كيران تجي بزاف شابه. انا حبيباتي انا دائما البول نعبر هاد البول كيما راكم تشوفوا هنا تاع الحريره درت 3 ما، وانتم الحجم تاع البول نتوما تتحكموا فيه، يعني تصغروا تكبروا على حساب البلا اللي ديروا فيه. هنا انا درت هاد البول كبير، درت 3 ما. وهاد النوعيه تاع الكيران تجي بزاف شابه. وندير بول واحد تاع هاد الحمص المطحون، يعني تاع هاد البودر تاع الكيران كيما راكم تشوفوا حباباتي. كيما قلت لكم ندير 3 ما وندير واحده كيران ونضيفها ليها، ونبقى نحرك مليح بالفوي، يعني نخليها حركوا مليح مليح باش مديلكمش هذيك الفقاعات. ديجا كي تحركوها غايه تتحل لكم مليح في الماء. قلت لكم هاد الوصفه تجي شابه تجي اقتصاديه. كيما نعرفوا حنا كاع العائلات الجزائريه كاع نبغوا هاد الوصفه تاع الكرانتيكا، اللي ما ياكلهاش في الدار ياكلها برا، يعني كاع نبغوها. وديجا هي سهله، ديفا نكونوا نقعدوا تكون عندنا حاجه تبحر لك هكاش ديري فطور ولا عشاء تلقايها وصفه سهله نديروها وتجي مشبعه، يعني كاع العائله تشبع منها. حنا كيما شفتوا حباباتي كنت خلطت مليح هذاك الحمص المطحون مع الماء. قلت لكم درت 3 ما ودرت واحده حمص، يعني نفس البول نعبروا به. وهنا حباباتي درت حبه بيض كيما راكم تشوفوا حباباتي. وغادي ندير فنجال تاع زيت. هنا فنجال تاع زيت ولا ديروا ربع كاس تاع كاس العادي هذاك تاع اللي نشربوا في الليمونات يعني نورمال. المهم حباباتي ونخلط هذاك الزيت مليح مع الماء والحمص هذا كيما شفتوا حباباتي. وهنا درت الملح كيما راكم تشوفوا نخلطهم مليح مع بعضهم. انا كاين اللي تنقص الملح في الاول ومن بعد كل واحد يعني كي يبغي ياكل يزيد. وهنا شوفوا البنات هذه الخطوه هذه يعني هي سر نجاح الكران تجيكم بزاف بنينه. هنا شوفوا البلا تاعكم اللي ديروا فيه الكران تاعكم دهنوه بالزيت، دهنوه مليح. وديجا تكونوا دايرين الفور تاعكم يحمى. دخلوا هذاك البلا وحده يعني كيما دهنوه ودخلوه يعني خاوي ما تعمروش فيه، خلوه يحمى مليح حتى داك الزيت يحمى. عاد فرغوا فيه هذاك الخليط تاعكم اللي كنتو خلطتوه بجهه. هنا حباباتي كيما راكم تشوفوا بعد ما دخلت الزيت تاعي في البلا حمى مليح مليح يعني حتى يحمى تحسوه يدير هذاك الصوت. عاد خرجوه وفرغوا فيه هاد الخليط تاعكم. وانا الكران تاعي يعني كل وحده والفور تاعها انا نشعل عليها من التحت يعني نزيد عليها ومن الفوق نقص نشعل مع بعضهم باش تبقى طيب في نفس الوقت. المهم البنات كيما راكم تشوفوا هنايا هذه الكران تاعي هنا راهي طيب. وانا حباباتي رحت نكمل السياق تاعي كيما راكم تشوفوا هنا. شوفوا هذا المنتوج تاع الامير، يعني اي كاين دوز وكاين الامير تاع جافير رغاوي يجي بزاف شباب. ما تامنوش الارضيه كي تقعد شابه وتقعد تبري يعني. وهذاك السياق يبان عليكم ماشي كيما ديفو انا نشري هو نفضله هو على الصانيبو، يعني احسن من الصانيبو. كيما نعرفوا الصانيبو يدير ريحه بصح هذا والله لا ينقي بزاف. المهم حبيباتي كيما راكم تشوفون هذا ولدي صغير ربي يحفظه يعاون فيا دائما كي نسيق يلاقينا الفخر روحها معايا لازم. وانا حبيباتي كنت كملت كاع شغالاتي. وهذه هي الكران تاعي كيما راكم تشوفوا هنا. شوفوا القوام تاعها كي يجي داير يعني ما تجيش ثقيله بزاف هذيك اللي تجي يابسه، وثانيك ما تجيش طريه هذيك اللي تجي كاع طريه ما تعجبكمش. وكان هذا هو الفيديو تاعي، نتمنى يكون عجبكم احباباتي. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.